ووصفتنا النهاردة بقى ما يختلفش عليها اتنين، يعني حاجة كده حلوة على سهلة، على كل مكوناتها موجودة عندنا، يعني حاجة حلوة جدا. والتزيين بقى زي ما تحبي، مفيش أسهل ولا أبسط من كده والله. يعني اللبن موجود عندنا، البيض موجود عندنا، السمنة كله موجود عندنا. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنعمل مع بعض الدونات، وحلو جدا جدا ومقاديره سهلة وبسيطة وناجح وزي العسل، وكل الولاد طبعا بيحبوه. ولو ما عملتلهمش هيجيبوه من برا، فانت قومي زي الشاطرة كده هاتيلك 5 كوبايات دقيق، على كوبايتين لبن، على 3 بيضات، على 3 معالق سمنة، على باكو، على ظرف فانيليا، وعلى باكو بيكنج باودر، على معلقة خميرة. واخلطي كل دولت واعملي لهم احلى شوية دوناتس. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده باذن الله نعمل مع بعض الدوناتس، حلو جدا وكل الولاد بيحبوه والكبار برضو، ووصفة حلوة وسهلة وفي نفس الوقت موجود كل مكوناتها عندنا في المطبخ. يعني مين ما عندهاش ظرف فانيليا محطوط كده او كده، ومين ما عندهاش ظرف برضو بيكنج باودر. ان شاء الله باذن الله المقادير معاكم، هعمل مقدار حلو يعني ما شاء الله كبير، يعني والله عايزه اقول لكم هو مش كبير بس عامل كميه كبيره في نفس الوقت. 5 كوبايات دقيق، وهكتبه لكم كمان في صندوق الوصف. 5 كوبايات دقيق، على معلقه خميره، على معلقه بيكنج باودر، اللي هو يعني الظرف كله بيجي معلقه، تمام، على معلقة لبن بودرة، لو مش عندك خلاص ما تحطيهاش، دي كلها محسنات للطعم مش اكتر، على ظرفين فانيليا، وعلى 3 بيضات، و3 معالق سمنة، وكوبايتين لبن. وهتشوفوا معايا اهو زي ما انا، يعني اللبن اللي دقيق خلطت عليه الخميرة ورشة ملح ومعلقة اللبن ومعلقة البيكنج باودر والفانيليا، وركنته على جنب، والخميرة طبعا تمام. وهنا عندي ال3 بيضات، كسرتهم، ممكن تحطي بيضتين لو البيض عندك كبير، انا عندي البيض صغير حطيت 3 بيضات. لو ان والله كمان البيض اللي بنجيبه من بره برضو بقى صغير، يعني بقت كلها زي بعضها. وخلطت زي ما انتوا شايفين اهو 3 بيضات و3 معالق سكر، ما تنسوش 3 معالق سكر. خلاص على كده، وحطيت نقطتين فانيليا برضو على البيض علشان خاطر الزفارة وكده، وممكن تحطي معلقة خل. وخلطتهم زي ما انتوا شايفين، وهبدأ ان انا اضيف بعد كده الدقيق، 5 كوبايات دقيق، خلط عليهم رشة ملح، خلط عليهم معلقة بيكنج باودر ومعلقة خميرة. الخميرة طبعا ده ضروري، والبيكنج باودر برضو مادة رافعة حلو. وعندي الفانيليا واللبن بودرة، متوفر عندك حطي، انا متوفر عندي، لو مش متوفر عندي عادي كنت هستغنى عنه، يعني مش هتوقفك معلقة اللبن البودرة دي. وخلطتهم هنا، هضيع بس الدقيق شوية، وبعد كده هكمل عجن بإيدي علشان خاطر العجينة هتبقى تقيلة على المضرب وكده. فحرام يعني يبوظ، خسارة، ما الأيام دي اللي بيبوظ يعني من الصعب ان احنا نجيب بداله بصراحة. وعندي هنا حطيت الدقيق هنا ما بيشربش سوائل، زي ما انتوا شايفين حطيت 3 معالق دقيق. وهكمل بعد كده عجن بايدي، انا حطيت كل المكونات الا السمنه هي اللي لسه اهي، ممكن سمنه او زبده، دي او دي، 3 معالق سمنه او 3 معالق زبده، تمام. هيدوني نفس النتيجة عادي، ما فيش يعني، هتشوفوا معايا والله العظيم شوية دوناتس روعة روعة روعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لو وصلت معايا لحد هنا ما تنسيش تحطي لي لايك، ولو مش مشتركه في القناه اشتركي فيها فضلا وليس امرا، عشان عيلتنا تكبر وتكون اكبر عيله، عيله اهل الكرم والجود. ودمتم مشكورين يا رب العالمين. بصوا فضلت اعجن في العجين لحد ما بقت معايا اللهم بارك حلوه جدا وناعمه، ويعني عايزه اقول لك زي الملبن. حطيتها بقى تخمر، غطيتها بكيس بقى او اللي موجود عندي غطيه بيها، وحطيتها في مكان دافي على الفرن، انا بحب اخمر على الفرن، وكمان احنا برضو في الجو دفا، فالخميرة بتتفاعل على طول، مش زي في الشتاء بتاخد وقت. وخلاص هنا قسمتها نصين عشان خفت احسن الرخامة ما تكفيش ان انا افردها كلها. وعندي هنا دي الصينية رشة فيها رشة دقيق، لو عندك اللي هو ورق الزبدة خلاص هتستغنى عن رشة الدقيق، لكن انا بمشي نفسي بالموجود، بحط رشة الدقيق زي الفل، ومفيش احسن من كده. يعني اللي خلاني بطلع رغيف العيش من على الصينية او من المقرص وبخبزه، مش هطلع قطعة الدونات. لكن انت لو مش متعودة يعني عادي، ممكن لو عندك متوفر عندك اللي هو ورق الزبدة زي الفل، حطيه واعملي عليه. بصوا هنا فردت زي ما انتوا شايفين، بصوا لحد ما بقت السم كده. عندي بقى دي حاجات عادية يعني مش القطاع، لو عندك متوفرة عندك الأداة اللي بيقطعوا بيها الدوناتس زي الفل وتمام.
مش عندك اي حاجة موجودة عندك زي انا كده، جبت اللي هي كنت عاملاها الاختراع اللي اخترعته للبرجر. لو ما شفتوش فيديو البرجر روحوا شوفوه، وهتشوفوا بقى الاختراعات بقى والافتكاسات والنصاحة. بقى الست الناصحة تعمل بكل حاجة يعني عندها بالموجود، وتمشي حالها بالموجود وما تقفش على حاجة. وهنا برضو عندي دي بتاعت قمع بلاستيك، وطلع يعني مش كويس للأسف، نوعيته رديئة، بس محتفظة برضو بالحاجات بتاعته دهيت، حلو نفعني برضو. بصوا بعمل بيه في وسط الدوناتس، حلو زي الفل وزي العسل اهو. وبرضو الكور دي بخليها بيبقى شكلها حلو لما تتقلي، تبقى شبه الزلابية كده. بصوا اهي ما شاء الله بتتفرد معايا العجينة انها مستريحة ومعجونة كويس، مخدومة واخدة مكوناتها مظبوطة. ما شاء الله والله بتتفرد معايا زي الفل. وبرضه هبدأ اهو لميت كل العجين وجبت باقي العجين، وهفرد العجينة كلها تانية على الرخامة، وهبدأ اقطع بنفس الشكل. عندك كوباية قطعي بيها، عندك طبق، اي حاجة عندك قطعي بيها، ومشي نفسك بالموجود عندك، وما توقفيش نفسك على حاجة، وافرحي ولادك وافرحي نفسك برضه. ودي برضو عايزة اقول لكم يعني بتغنيكي شوية عن اللي هو ايه اشتري. يعني لما بتعمل لهم الحاجة بياكلوا فيها ويسكتوا بقى، اللي هو عايزين ده ولا ده، بيبقوا فرحانين بيها، ولا يقولك اشتري شيبسي ولا اشتري بسكوت ولا الكلام ده كله. بصوا اهي زي ما انتوا شايفين، ما شاء الله بتقطع معايا حلو جدا. عايزه اقول لكم اللي ما سمعش يعني الفيديو اللي هو البرجر، دي اداء كانت يعني بتاعه السخان. كلنا عارفين السخان بتاع الفول، اما عندي السخان كان مش يعني بطل يسخن وكده، او فصل كهرباء، المهم ان هو باظ، فاخدت خلعت منه البتاعه دي. لو شفتوا فيديو البرجر هتشوفوا انا عملت ايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهنا طبعا بنتي لازم يعني تراقب كل شيء، وبتبدأ بعد كده تمد ايدها. في الأول تشوفني بعمل ايه وتراقبني، تشوف انا عملت ايه، الخطوات اللي انا عملتها، وانا برضو بخلي لها واحدة عم تعملها. إيه حلو ان احنا نخلي عيالنا يمد ايدهم معانا في المطبخ وفي الحاجة كده، بينفع والله. يعني لابنك او بنتك، يعني مش لازم البنت بس، لو ابنك كمان والله لما بيشوفك حتى على الأقل، لما لا قدر الله لو مريتي بظروف تعبتي كنت برا البيت، ترجعي تلاقي ابنك أو بنتك على ما عودتيهم إن المطبخ يبقى رايق. هم حتى لو انت سبتيه وخرجتي أو كنت تعبانة، تبص تلاقيهم هم ايه مسكوا الحاجة ونضفوها، برضو يبقوا ناصحين وعينيهم مفتحة. احنا بنقول العيل يبقى مفتح، اللي هو يعني يبقى مفتح حتى يخدم نفسه يعني، وكله يعني ما تساعدكش غير ايدك. مهما عملتي لابنك او بنتك، برضو لازم تعلميه ان هو يبقى ناصح ومفتح يخدم نفسه برضو. يعني احنا مش دايمين لهم العمر كله. البنت برضو تبقى ناصحة وتعمر في بيتها، الكلام ده كله في الاول خليهم يراقبوكي، يشوفوا بعينهم، وبعد كده يبدأوا يمدوا ايدهم. عندنا احنا يعني البنت اللهم بارك على 10 سنين تكون ناصحة وعارفة كل حاجة. يعني بتابع ان هي ايه برضو تجيبيها. انا عن نفسي بجيب بنتي معايا، تعالي شوفي دي، وهي برضو تحب الحاجات دي برضو، وبتتشجع يعني تشجعك ان انت تعرفيها وكده. هنا رغيت معاكم كتير، هنا كنت سبت الدوناتس وقلت هنضف الرخامة. ما شاء الله هنسيبه يخمر للمرة التانية. ونغطيه بقى بكيس، بأي حاجة موجودة عندك تغطيه وتسيبيه يخمر للمرة التانية. وعلى بال ما خمر كنت جهزت بقى الصينية اللي انا هقلي فيها ديت زي ما انتوا شايفين، وحطيت الزيت، وروقت لو المواعين مثلا اللي انا عجنه فيها، الطبق اللي انا عجنه فيه على المضرب، على الكلام ده كله، كل حاجة لمعتها ونضفتها ورجعتها مكانها. وخلاص على كده، على بال ما عملت بقولك ونضفت الرخامه وكده، كان اختمر ما شاء الله اللهم بارك. بصوا تضاعف ازاي. عايزه اقولك ان انا هنا في غلطه غلطتها، اللي هي ما سبتش اللي هو مسافه ما بين كل واحده، كنت حطاهم جنب بعض على طول. لكن لا، انتي سيبي مسافه علشان خاطر الخمر. بصوا انا لما اختمر لزق في بعض، بس عادي يعني بالنسبه لي عادي هطلعه. وعندي هنا بصوا هما المعلقتين دولت زي ما انتوا شايفين، وهقلب بيهم زي الفل. وما شاء الله ما كانش بياخد حاجة، بسويه على نار هادية. يعني خلاص الزيت سخن، هديت النار على الوسط كده، اقل من الوسط كمان. كل ما تهدي النار كل ما الحاجة تطلع معاكي حلوة ومستوية من جوه، زي حكاية المخبوزات كده لما تسويها على نار هادية
وتسيبيها، وخصوصا برضو لما تسيبيها بعد ما تستوي على النار هادية خالص خالص، تبص تلاقيها معاك اللهم بارك زي القطن من جوه، حلوة وسفنجية ويعني ما تبقاش لازقة، يعني ما تضغطي عليها ترجع تاني ما تهبطش. ده دل على انها مستوية من جوه وزي الفل. بص هنا ما شاء الله الكور دي بتفكرني بالزلابية. حابة ان انتي بقى تاكليها كده، ترش عليها سكر، ممكن برضو تحشيها اللي هو كريمة اللي عندك. بص ما شاء الله اللون زي العسل، حلوين جدا والله وطعمهم حلو خالص. بصوا هنا خلاص خلص الكمية، وديت الكحكة ديت اللي اتبقت في الاخر. بصوا هنا بقول لكم، بصوا بدوس عليها، بصوا هشة جدا زي القطن اللهم بارك، او زي السفنج اللي هو تضغطي عليها ترجع تاني. ما شاء الله. هنا بقى هنزين بالموجود عندنا برضو شوية سكر بودرة، مش هيقولوا لأ. إيه لو عندك شوية شوكولاتة من المطبخ موجودين عندك في التلاجة، طلعيهم فككيهم على النار، على نار هادية، ومعلقتين لبن، هتبص تلاقيهم عملوا معاكي كده. عندك ميكرويف، دخليهم على الميكرويف هيبقوا زي الفل، مش هيقولوا لا. وممكن تخططي كده، وممكن تحطيها ت... تغطسيها في الشوكولاتة وتطلعيها تاني زي العسل، مش هتقول لا. حاجات حلوة مش مكلفة، موجودة عندنا كلنا، موجود عندنا شوية الدقيق، وكلنا موجود عندنا شوية السكر، وحاجة بسيطة جدا. يعني الواحدة شوفي لو جبتيها من بره هتجيبيها بقد ايه والله، على ما اظن كده يعني تبقى بالشيء الفلاني. هنا عندي بصوا شوية سكر مطحونين ومنعمهم، وزي ما انتوا شايفين برش زي ما يكون كحك بسكر. عايزة اقول لكم الخط اللي هو اللي شايفينه دوت الابيض، إيه لا هو افتكاسات ولا هو ده حاجة جديدة، ولا هو الزيت قل في الطاسة عمل كده حمر من فوق ومن تحت، واداني الخط الابيض دوت في النص، يعني مش قصة. وبصوا هنا عندي شوية فورماسيه، عندي شوية جوز هند موجودين عندي. بصوا عسل جدا جدا اللي بجوز الهند ديت، شكلها حلو كده ورقيق وحلوة خالص والله. بصوا ما شاء الله اهو زينتهم بأقل تكلفة، الحمد لله رب العالمين، وعملت حاجة حلوة وفي نفس الوقت موفرة. وده كان الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في لايك واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.